اهلا نشوى هانم. دلوقتي انا يوم ما جوزي جه طلبني للجواز، بابايا قال له في شرط، اهم شرط، ان لازم جوزها يهرش لها في ظهرها قبل ما تنام. نعم. جوزي افتكر ان دي حاجه هزار، ففعلا انا لغايه النهارده لازم جوزي يهرش لي في ظهري قبل ما انام. يا نشوى صعب يا نشوى يا نشوى، هل الهرش ده ليه وقت معين؟ قبل النوم. قبل ما انام يهرش لي في ظهري. لا بس اتجنني يا نشوى صعب يا نشوى، وهو لازم يرش لك في ظهرك لمده معينه ولا هرشه لغايه ما 5 دقايق او وانس بس ان انا نمت خلاص. ولو ما نمتيش وبص لو مش جاي لي نوم وهو نام قبلي اصحيه واقول له هرش لي. لا 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 لا، ده ايه الذل ده يا نشوى؟ صعب. هو وحضرتك هو بقاله بيهرش لك كام سنه؟ 30 سنه بيهرش. مهروش. كان الهضبه عمرو دياب، يعني مش ناقص حفلات، ولكن حفلات زياده، مش ناقص صحه وصحه زياده، مش ناقص فلوس وفلوس زياده. عايز ارجع، يعني اطرش، تعبير البلد استنطق. بانتومايم بقالك 25 سنه فيها رومانسيه، يا ده عم بتخلص، والله ده زمانها خلصت. لا لا بالعكس بقى لعلمك، طب دي بتزيد مش بتخلص. ايه رأيك بقى؟ طب بيقول لك ايه؟ بقول لك طب بداية كده من صباح الخير منتهى السعادة بنبتدي بيفرح اما يشوفك كل صاحيه. حاجة جدا، مش عارفة اقول لك. بعد ما اخلص هروح اخد سندوتش همبرجر كبير كده، حته لحمه كبيره كده، وبعدين يتحط عليها رق بصل ورق طماطم ورق مستردة وشويه مخلل وبيضه مقليه، وبعدين اقلب عليه الرغيف ده كده واكله، يجيلي حموضه شديده جدا وانام وانا